مرحبا ديديه، فلوران جيرمان من RMC سبورت. أنت تؤكد كثيرا كلما اقتربت بطولة كبرى أن المباراة الأولى مهمة جدا لبدء المنافسة بشكل جيد. هي مهمة جدا وليست حاسمة. ما الذي يجعلها مهمة بعيدا عن النتيجة من أجل الانطلاق في البطولة وبناء أسس جيدة؟ لقد أجبت عن السؤال بنفسك. نعم، إنها مباراة مهمة جدا لأنها الأولى، وهذا ينطبق على جميع المنتخبات المشاركة في البطولة، لكنها ليست حاسمة لأن هناك مباراتين أخريين بعد ذلك. صحيح أن الإحصائيات تذكر أن آخر منتخب توج بكأس العالم خسر مباراته الأولى، ومع ذلك أصبح بطلا للعالم. لكن من الناحية المثالية فإن البداية الجيدة وتحقيق الفوز في مجموعة تضم 4 منتخبات هو أفضل سيناريو ممكن. لذلك يبقى هذا هو الهدف دائما عند خوض المباراة الأولى. مرحبا ديديه، فنسان دولوك من صحيفة ليكيب. لكن في هذه المناسبة لا أمثل الصحيفة فقط، بل أمثل جميع الصحفيين الفرنسيين وغير الفرنسيين، لأننا ندعم اليوم زميلنا كريستوف غليز من مجلة سوفوت الذي يقبع في السجن بالجزائر بسبب عمله الصحفي. وقد تمكن والداه من زيارته قبل 15 يوما، وعاد بسؤال منه لأنه لا يزال صحفيا. لدي اعتماده الخاص بكأس العالم، ونأمل أن يتمكن من الانضمام إلينا قبل نهائي البطولة. سؤاله يتعلق بالتقسيم الجديد للشوطين مع فترات التوقف لشرب المياه. في السابق كنا نسأل المدربين: ماذا قلت للاعبين بين الشوطين؟ فهل ينبغي لنا الآن أن نسألكم أيضا: ماذا قلتم في منتصف كل شوط؟ أولا، فيما يتعلق بكريستوف، أتيحت لي الفرصة للقاء والديه خلال نهائي كأس فرنسا، وآمل له ولعائلته أن يتمكن من العودة في أقرب وقت ممكن وأن يطرح هذه الأسئلة بنفسه. أما بالنسبة لسؤاله، فهذه الفترات هي بالفعل فترات استراحة لشرب المياه كما يقال. وخلال الدقائق ال3 التي يتجمع فيها اللاعبون بالقرب منا، تتاح لنا فرصة تعديل بعض الأمور بناء على ما جرى خلال الدقائق 22 أو 23 أو 24 السابقة. عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة، فإن هذه الفترات تصبح مهمة جدا، وهي تمنحنا نحن المدربين فرصة إضافية أو فرصتين إضافيتين للتدخل، وهذه حقيقة. لكن في المقابل تؤدي أيضا إلى تقسيم الشوطين، وكل شيء يعتمد على حالة الفريق في تلك اللحظة. فإذا كان يعيش فترة قوية من المباراة، فإن هذا التوقف قد يقطع الإيقاع، ثم تكون هناك بداية جديدة بعده. لذلك نتأقلم مع هذا الوضع. لقد طبقناه أيضا خلال المباراتين الوديتين التحضيريتين، لأن المباراة أصبحت أشبه ب4 أرباع بدلا من شوطين فقط كما كان الحال سابقا. لقد تم اتخاذ هذا القرار، وبالتالي يتعين على اللاعبين والمدربين التكيف معه، لكنه يمنحنا بالفعل فرصتين إضافيتين للتحدث إلى اللاعبين. مرحبا ديديه، فيليب سانفورج من RTL. من دون أي انتقاص من هندوراس أو أستراليا، فإن السنغال كمنافس أول في كأس العالم يمثل مستوى أعلى بكثير. ما الذي غيره ذلك في طريقة تعاملكم مع الحدث حتى الآن؟ وماذا سيغير حتى صافرة البداية؟ لا شيء. مهما كان المنافس، فإننا نتعامل معه بالاهتمام نفسه والاحترام نفسه. صحيح أن السنغال بالنظر إلى ما حققه خصوصا في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة يعد منتخبا من أعلى المستويات، لكننا تعاملنا بالجدية نفسها مع منافسين في بطولات كأس العالم السابقة. الفرق الوحيد هو أن السنغال، ومن دون أي إساءة للمنتخبين الآخرين اللذين ذكرتهما، يعد من أفضل المنتخبات الإفريقية والعالمية. لذلك نحن نعرف جيدا ما الذي ينتظرنا في هذه المباراة الأولى. صباح الخير أيها المدرب. ستيفانيا ميدينا من وكالة الأنباء الإسبانية إفي. وصلت فرنسا إلى نهائيا كأس العالم الأخيرين، وإذا بلغت النهائي هذه المرة فسيكون الثالث على التوالي، كما أن هذه البطولة ستكون الأخيرة لك على رأس المنتخب الوطني. وهناك أيضا أسماء كبيرة جدا داخل الفريق. كيف تتعاملون مع ضغط كونكم من أبرز المرشحين للفوز باللقب، ومع كل هذه المعطيات التي ذكرتها كيف تتم إدارة ذلك؟ من اللطيف جدا أن تطرحي علي هذا السؤال، خصوصا وأنك إسبانية. من الجميل أن يعتبرنا الإسبان من المرشحين للفوز بكأس العالم، لكن إذا كان هناك منتخب يعد المرشح الأول، إسبانيا. وآمل أن يطرح زملاؤكم الفرنسيون الأسئلة نفسها على مدرب المنتخب الإسباني. صحيح أن فرنسا مثل إسبانيا تملك طموحا مشروعا للفوز باللقب، لكن الطريق ما زال طويلا وصعبا كما هو الحال دائما. من الواضح أن فرنسا تملك إمكانات كبيرة استنادا إلى النتائج التي حققتها في آخر نسختين من كأس العالم. ورغم اعتزال بعض اللاعبين من الجيل السابق، فقد تم تجديد الفريق بلاعبين جدد. لدي العديد من اللاعبين أصحاب الجودة العالية، لكن بالنسبة لكثير منهم ستكون هذه أول بطولة كبرى وأول مشاركة لهم في كأس العالم. لذلك لن أعتبر نفسي أو المنتخب الفرنسي أقوى من بقية المنتخبات.
فهناك دائما مجموعة من المنتخبات الكبرى المرشحة للمنافسة، لكن المرشح الأبرز بالنسبة لي هو إسبانيا، وليس لدي أي شك في ذلك. مرحبا أيها المدرب، اسمي ستيفن من كينيا، وأود أن أطرح عليك سؤالا. بالطبع فرنسا تعد واحدة من أفضل المنتخبات في العالم، والسنغال أيضا من أقوى المنتخبات في القارة الإفريقية، ويشتهر المنتخب السنغالي بقوته البدنية وتنظيمه الدفاعي، كما يجيد فرض أسلوبه في اللعب. من وجهة نظر فرنسية، ما نوع التحدي الذي تتوقعونه أمام هذا العملاق الإفريقي؟ وما الذي يجب على منتخبكم القيام به لتحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية؟ نعم، السنغال من بين أفضل المنتخبات الإفريقية والعالمية، ولكي تكون ضمن هذا المستوى لابد أن تمتلك جميع عناصر الجودة. لديهم لاعبون ينشطون في أفضل الأندية، كما يملكون قوة هجومية كبيرة وخطا وسط يعمل بكفاءة عالية جدا. أما على المستوى الدفاعي فقد أظهروا فعالية كبيرة في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة مع كثافة بدنية ورياضية عالية. لكن الأمر لا يقتصر على ذلك، فهناك أيضا العديد من اللاعبين الذين يتمتعون بمهارات فنية وتقنية مميزة. عندما تكون من بين أفضل المنتخبات فإنك تملك كل المقومات. نحن نعرف ما الذي ينتظرنا، وهم أيضا يعرفون ما الذي ينتظرهم. ستكون مواجهة قوية وعالية المستوى منذ المباراة الأولى، وهذه هي خصوصية وجودنا في المجموعة نفسها إلى جانب العراق والنرويج، وهما أيضا منتخبان جيدان للغاية. مرحبا ديديه، ستيفان بيانكي من صحيفة لو باريزيان. مر الآن 10 سنوات على انضمام عثمان ديمبيلي إلى المنتخب الفرنسي، وقد وصل إلى الولايات المتحدة وهو يحمل مكانة الفائز بالكرة الذهبية، لكن هناك شعورا بأنه لم يترك بعد بصمته الحقيقية مع المنتخب كما فعل مع ناديه. كيف يمكن مساعدته على تحقيق الانطلاقة التي تجعله بنفس التأثير والفعالية مع فرنسا كما هو الحال مع باريس سان جيرمان؟ صحيح أنه بدأ مبكرا مع المنتخب، لكنه تعرض أيضا للعديد من فترات التوقف بسبب الإصابات المتكررة. في الأندية تلعب المباريات كل 3 أو 4 أيام، وبالتأكيد فإن تتويجه بالكرة الذهبية مع باريس سان جيرمان، وهو تتويج يستحقه، جعله يحظى باهتمام وإشادة أكبر. عثمان ملتزم للغاية ومركز بشكل كامل مثل بقية اللاعبين، ولديه رغبة كبيرة في تقديم أفضل مستوياته وأن يكون حاسما كما يفعل بانتظام مع باريس سان جيرمان. لكن خلال الموسم الماضي عانى أيضا من بعض المشكلات البدنية التي أجبرته على الغياب عن عدد من المباريات. لقد منحناه الوقت اللازم، شأنه شأن جميع اللاعبين الذين شاركوا في نهائي دوري أبطال أوروبا. كان هناك 6 لاعبين معنيين بذلك، وكان من الضروري أن يستعيدوا عافيتهم بدنيا ونفسيا، وربما يكون الجانب النفسي أكثر أهمية من أي شيء آخر. ومنذ وصولنا إلى هنا اندمج عثمان مع المجموعة بشكل طبيعي، ومن الواضح أن وجود عثمان ديمبيلي في أفضل حالاته سيكون إضافة كبيرة للمنتخب الفرنسي. مرحبا بالجميع، فاطمة سيلا من قناة استيف السنغالية. بعد مرور 24 عاما على خسارة فرنسا أمام السنغال في كأس العالم، هل تعتقدون أن لدى فرنسا شيئا لتثبته في هذه المواجهة؟ لا أعرف أي هزيمة تقصدين. هل يمكنك إعادة السؤال؟